فيلمنا بيبدأ مع الضابط بول سنة 1999 في لوزيانا في دار رعاية، وهو بيتفرج على فيلم وبيعيط، وبيبدأ يحكي لزميلته إيلي إن الفيلم فكره بحياته سنة 1935 لما كان شغال ضابط إصلاحية في سجن كولد ماونتن، وبيقول لها إن هو اللي كان مسؤول عن عنبر المحكومين عليهم بالإعدام، وإن هو اللي كان بيشرف على كل عمليات الإعدام اللي بتتم، وإن العنبر ده كان بيتسمى بالنيل الأخضر لأن أرضية العنبر كان لونها أخضر. وبنرجع لأحداث الفيلم لسنة 1935، وبول كان ضابط شاب ومعاه مساعدينه الأربعة، ومنهم ضابط اسمه بيرسي، وده اللي هنعرف قصته في الفيلم. وبيكونوا بيستقبلوا السجين جون كوفي، أضخم سجين شافه بول في حياته، وبيدخلوه زنزانته وبيروح مكتبه علشان يقرأ الملف بتاعه، واللي بيقرأ فيه إن في يوم اختفى طفلتين كيتي وكورا من بيتهم، وأبوهم كلاوس كان بيدور عليهم، وبيلاقي آثار دم على عتبة البيت فبيبلغ البوليس، وبيبدأ كلهم يدوروا على البنتين مع أهل المدينة لحد ما بيلاقوهم ميتين على رجل جون، وهو بيعيط وبيقول إنه ما قدرش يساعدهم، وبيتم القبض عليه بتهمة اغتصاب وقتل البنتين. وبنيجي البول اللي بيقدم تقريره لهارمورس رئيس السجن، واللي مراته ميلاندا بتكون بتعاني من نوبات صرع شديد، وبيطلب منه إن هو يتوصى بيرسي شوية علشان هو ابن أخت مرات حاكم الولاية، وإنه مش عاوز مشاكل مع الحاكم، وهو احتمال يمشي قريب لأن جات له وظيفة إدارية في مستشفى خاصة بالأمراض العقلية، وبيسلموا خطاب إعدام مسجون اسمه أرلين. وهم في المكتب في يوم بيلاحظ بروتو فار دخل السجن، وبيفضلوا متابعينه لحد ما بيدخل غرفة الحجز الانفرادي، وبيخرجوا كل اللي في الأوضة علشان يلاقوا الفار، بس مش بيلاقوه، وبيظهر تاني يوم قدامهم، وبيرسي بيحاول يقتله وبيجري وراه بس مش بيعرف، وبيدخل أوضة الحجز وبول وأرلين بيتفرجوا عليه، وبيكون بيطلع كل اللي في الأوضة تاني على أمل إنه يمسك الفار، بس برضه مش بيعرف، وبيأمروا بول إن هو يرجع الأوضة زي ما كانت، وبيمشي علشان يكمل إجراءات إعدام أرلين. ومن إجراءات الإعدام إن هما بيعملوا بروفا تمثيلية على السجين علشان يتأكدوا إن كل الإجراءات سليمة، وبيحضر بيرسي البروفا وبيعرف مكابس تشغيل الكرسي الكهربائي، وبيتعلم تشغيلها من الضابط فان هاي، وبيقول له إحنا ليه بنحط سفنجة مبلولة على راس السجين، فبيقول له إنها بتوصل الكهرباء بسرعة للمخ علشان السجين يموت بدون ألم. وبعدها بيحضروا أوضة الإعدام لأرلين اللي هيتم إعدامه الساعة 10 الصبح، وبيودعوا بيرسي بطريقة مهينة واللي بتخلي بول يتضايق منه، وقال له امشي من السجن لأن الوظيفة الإدارية مستنياه، فقال له لما تخليني أنفذ عملية إعدام همشي. فمشى بول ورجع مكتبه، وهو راجع بيسمع صوت ضحك جاي من زنزانة داي، ولقاه بيلعب مع الفار اللي كان بيدور عليه، وبعدها بيستدعيه هاري لمكتبه وبيقول له إن في سجين جديد اسمه ويليام بتاع مشاكل آخرها إن قتل 3 أشخاص بسطو مسلح، وكان فيهم للأسف امرأة حامل. فسأله بول عن حالة مراته وقال له إن الورم شديد وما ينفعش يتعالج، وبيروح البيت وبيجيله وجع شديد وبيصحى من النوم، وبيخرج بره بيته علشان مراته ما تقلقش، وبيبلغ مراته تاني يوم الصبح باللي حصل، وبيقول لها تحجز له عند الدكتور علشان الوجع بيزيد عليه كل شوية. وبعدها بيروح للسجن وبيستقبل ويليام السجين الجديد، وبمجرد دخوله من الباب بيضرب كل اللي حواليه لحد ما بيجي الضابط بروتول من وراه وبيضربه على راسه وبيرموه في الزنزانة. وبعدها بيروحوا علشان يخلصوا شغلهم الإداري عند رئيس السجن، وبيسيبوا بول لوحده، فجون بينده عليه وبيشدوا عليه وبيحط ايده على مكان الوجع لحد ما الوجع بيختفي، وبيبص له وبيقول له انا كده ساعدت، وبيرجع لمراته وهو فرحان ان الألم خف وما عادش موجود، وبيرجع السجن يقدم لجون اكل وبيشكره على اللي عمله. وبنيجي لويليام اللي مش بنخلص من مشاكله، وبيحاولوا ان هم يدخلوه اوضه الحجز، وبيجي ميعاد اعدام دايل وبيدخلوا يطمنوه ان الفار هيفضل معاهم، وهم بيتكلموا الفار بيطلع يجري وبيدوس عليه بيرس بينهار بسبب موت الفار بتاعه، بس جون بيمسكه بسرعه وبيحطه في ايده وبيقدر ان هو ينقذه، وفعلا بيحييه من اول وجديد. وبيروحوا لبيرسي اوضه الاعدام وبيضربوه، وبيقولوا له ان دي اخر عمليه اعدام ليه، وانه بعدها هيمشي من السجن ويروح اي مكان تاني، وبيتفقوا معاه على كده. وبيكون بيرسي هو المشرف على السفنجه المبلوله اللي بتخلي السجين يموت بدون الم، بس بدون قصد، مش بتكون مبلوله، وبيحطها على راسه وهي ناشفه، وبيتم عمليه الاعدام باسوأ طريقه، وبيعرفوا كلهم ان بيرسي كان قاصد يعذبه، فبينزل بروتل ضرب فيه بعد ما بيفقد اعصابه لحد ما هاري بيجي وبيساله عن اللي حصل، وبيعرف ان بيرسي السبب، لكن بسبب علاقاته مش بيعمل له اي حاجه. وبنيجي لتاني يوم لما بول ومراته بيروحوا يزوروا ميلاندا اللي هي مرات هاري علشان يطمنوا عليها، وبعدها بيعمل اجتماع عنده في البيت وبيجمع فيه كل فريق السجن، بس بيرسي مش بيكون معاهم، وبيقول لهم ان هو قرر يخرج جون من السجن وانه عايز يوديه لميلاندا علشان يحاول يساعدها، وبيبدا ينفذ خطته ان هم يحطوا منوم لويليام في بيبسي ويرموا بيرسي في اوضه الحجز ويخرجوا جون من السجن. فبيروحوا البيت هاري اللي بيخرج لهم بالمسدس، فبول بيفهمه انه ممكن يساعد مراته، فبيسيبه يطلع لها وبيقرب منها وبيقدر ان هو يشفيها بطريقته. وبيروحوا لبيرسي وبيقولوا له انه جه الوقت علشان يسيب السجن، وهو بيخرج من الزنزانه بيمسكوا جون وبينقل له التعب اللي
كان فيه بس بطريقته، وبيخليه زي المنوم مغناطيسيا يمشي لحد زنزانة ويليام ويرفع المسدس وبيضرب ويليام، وبيخلص الرصاص اللي كان في المسدس عليه. فجون قال لبول انه عاقب الاتنين ببعض لانه شاف ويليام واللي عمله، وقال له هات ايدك اوري لك عمل ايه، ومسك ايد بول وطريقته الخاصة وراه ان ويليام كان صاحب والد البنتين اللي مات، وان هو اللي اغتصبهم وقتلهم ورماهم، وان جون كان بيحاول يشفيهم زي الفار وميليندا، بس للاسف هو فشل. بعد التحقيق في قتل ويليام، بيرسي بيكون فقد عقله وبيروح لمستشفى الامراض العقلية. ونرجع لبول اللي اتقن براءة جون وعرض عليه ان هو يهربه من السجن، ولكن جون قال له ان هو عايز يموت لانه تعب من الوحدة والضلمة. فسأله بول ايه امنيته الاخيرة لو يقدر ان هو يحققها له. قال له ان عمره ما اتفرج على فيلم سينمائي، فبيشغل له جون فيلم توب هات وبيبداوا يتفرجوا عليه كلهم. وتاني يوم بيجي ميعاد اعدام جون، وهو على كرسي الاعدام بيطلب منه ان هو ما يغطيش راسه لانه بيخاف من الضلمة، وبيتم عملية الاعدام. وبتنتهي القصة اللي بيحكيها بول لزميلته في دار الرعاية، وبيقول لها ان بعد كده طلب نقله لسجن الاحداث. فبتسأله إيلي ان الاحداث اللي حصلت سنة 1939 ودلوقتي سنة 1999، وبتقول له انت عايش كده بقالك كتير قوي. قال لها انه عايش لحد دلوقتي بسبب معجزة الشفاء على ايد جون، وان الفار لسه عايش هو كمان معاه، ولسه هيعيش اكتر ويشوف كل اللي بيحبهم وهم بيموتوا زي ما شاف مراته وابنه وزمايله، وكمان لسه هيعيش. ويمكن ده عقاب علشان ساب جون يتعدم ظلم، وبيتمنى انه يرتاح قريب ويشوف كل حبايبه. ودي كانت نهاية ملخص فيلمنا، ويا رب الملخص يكون عجب. وما تنسوش لو انتوا على الفيسبوك تعملوا لايك وكومنت وشير، ولو انتوا على اليوتيوب تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب علشان تشوفوا كل جديد.